حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. كلمتين للشباب اليومين دول: مش معنى ان ابوك مش موجود في البيت ده يديك الحق انك تعامل امك كده. صوت عالي وكلمة بكلمة وزعيق وشتيمة بتشتم امك، ما بتعملهاش بس كويس غير لما تكون عايز فلوس، مش مكسوف من نفسك وانت امبارح لسه متخانق معاها وصوتك اعلى من صوتها وشاتمها. صح ولا؟ بص يا ابني، انا مش هقولك ربنا بيقول ايه ولا تكن لهما اف، ولا الرسول بيقول ايه الجنة تحت اقدام الامهات. ان من الواضح كده انك بعيد كل البعد عن قال الله وقال الرسول. انا بس هقولك ان شلة الصيع اللي انت متلم عليهم صحابك هيودوك في داهية. علموك شرب السجاير وامك عرفت وخايفة انها تكلمك علشان ما يحصلش صدام بينك وبينها، علشان عارفة انك قليل الادب ولسانك طويل. هيبقى لا مذاكرة ولا مستقبل، مستقبلك ضايع، ولا امك راضية عليك، ولا دنيا ولا اخرة. ما تبقاش ما بتصليش ومش بتفتح القرآن ومصاحب ناس مش كويسة وبتبعد عن طريق ربنا، وأول ما تتخنق شوية تجري على الأغاني وتجري تولع سيجارة وبعدين تقول هي الدنيا مقفلة في وشي ليه. طيب بالعقل والمنطق كده انت بتهرب من ذنب لذنب، ومش هين عليك تروح تراضي أمك ولا تروح لربنا حتى في الوقت اللي انت مخنوق فيه، الوقت اللي المفروض تلجأ فيه لربنا وتخلي أمك تسامحك وترضى عنك عشان تكسب الدنيا والآخرة. ولايك وشير لو بتحبوا الخير.